الطبخة استوت والفيلم اتجهز، فيلم مدبلج ممنتج على أرقى المستويات. مصطفى طلع بيقلق السكينة العامة، بيحرض على الانقلاب، قضايا ولا هانك ولا هانك. أنا نزلت فيديو قبل يومين أو 3 أيام اتكلمت فيه كيف تم أخذ مصطفى المومري من قبل جهاز الأمن والمخابرات، وبعد ما أخذوه طمنونا أنه في دوره. أين أخونا يا أصحابنا؟ قالوا هو مكيف في دوره. واليوم نتفاجأ يتصلوا لنا يقولوا وكلوا لأخوكم محامي، وكلنا لها المحامي، وإن الطبخة استوت والفيلم خرج ممنتج مدبلج على أرقى المستويات. من أين؟ من الأيادي الخفية الذي اشتغلوا من أول ما احتبس، الأيادي الخفية التي كانت تحرك الإعلاء. مصطفى شوهوا سمعته، مصطفى قولوا عليه. الآن الفيلم خرج، ما عاد بش حاجة تخبت. مصطفى المومري الذي موقفه واضح الملكة بلقيس مع الله، أرض حضرموت، أرض التاريخ، ومع الشعب، أرض معين، ومع البلاد. مصطفى المومري الذي ما قدرش العدوان يسكته، سكتوه حكومة صنعاء. يا اليماني مصطفى الذي ما قدر يشخصوا لسانه، لليماني العريق، لليماني السعيد، أخرست لسانه حكومة صنعاء. وليه؟ العذاب علشان شوية فاسدين، تعيش محروم، علشان أي؟ من وراء الغيوم، علشان ترضوا كم من سنة تزهى معاه الحياة. بيضر صوت مصطفى المومري وبيأثر علي صوت مصطفى المومري، علشان ترضي كم من سارق. ليش هذا كله؟ وجنبه حمود المصباحي وتلفقوا لهم القضايا والتهم، وهو تبع وهو تبع وهو. ليش؟ تلبسوه ثوب غير ثوبه وتدنسوا اسمه واسم عائلته وتخلونا نعيش بخزي وعاء علشان ترضوا كم من داني. وماذا بعد قول الرسول وكم من داعي وأشدهم. إذا كنت تحدثت عن اليمن بيضايقكم وقدونا شاف لهذا الحد قولوا لنا وأسماء بنت عمر، وإحنا نسكت. ذكرت شاعر الرسول نخلص لسان ملك العرب، قناته نغلقها ويصير يجلس عند مرته وعياله أعز وجه من أنه يلبس ثوب غير ثوب اليمن أصل العرب ويتدنس اسمه وتخلوه يعيش خز وعاء وتحملوا ذنب مرتبه وتحاسبوا على شيء ما في. وانتم اكثر ناس عارف ان مصطفى موقفه صادق وصريح مع الله ومع الله. التاريخ اليمن يا أهل أو يا أيها ما حد يرضى على بلاد تحية ولا حد راضي إلا منزوع النسب، منزوع العال، منزوع الشرف. لكن احنا معانا يا أرض حمير يا معانا الله. كم ما لفقوا من تراب وكم ما تكلموا عليه وكم ما قالوا عليه الأقاوي. معانا الله رب العباد. وما دام ما دام رب السماء يحميني، كلاب الأرض ما تضرنا. ما دام رب السماء يحمينا، كلاب الأرض والله ما تضرنا. الأيادي الخفية الذي اشتغلت وجهزت له ملف جاهز مكتمل من أروع ما يكون. 5 أيام مكنونه في دورة، هو في ورشة، هو مكيف، وهم بيطبخوا طبختهم ويجهزوا له. لا تتخذوا كلامي هذا ذريعة تقولوه ذاك طلع أخوه يحرض ويلا، وهذا جنب أخوه بيحرض وبيثير القلق والسكينة ويفعل ويسوي. هجعنا من مصطفى طلع لنا الثاني. لا تتخذوا هذا كلامي ذريعة. لا، أنا موضوعي واحد وقصتي واحدة وهاجسي ومشكلتي وقضيتي هي مصطفى المومري. سياستكم خلوها لكم، لا لي دخل فيها ولا أشياء تدخل فيها.
ولا عمري دخلت في سياسة، لكن إذا قد السياسة عتجرجره في قضايا وعتلبسه ثوب غير ثوبه وعتدنس اسمه واسم أسرته علشان ترضوا كم من سارق. وإذا كان في مشكلة وعتضيعوا إعلاميين وعتضيعوا ناس شباب وعتضيعوا البلاد وعتضيعوا الشعب علشان 3 ولا 4 سرق. عنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لو ما عاد بقي من يخبر من بيت المومري، والله لو ما عاد بقي من يخبر. باطن الأرض أشرف من ظاهرها، وعن لاحق بعده، وعن نتكلم، وعن تابع بعده، وعن دق كل الأبواب بعد ما ندق باب الحي الذي لا يموت. أنا أوجه رسالة للمؤمنين الصادقين، رسالة، ولا التوكل هو على الله ما هو على بشر. رسالة إلى المؤمنين الصادقين. تعرفوا مصطفى يمكن أكثر مننا، وتعرفوا أن أي فيديو بينزله بحسن نية على قلبها الصافي والقلب والعفوية الذي عرفوها بها الناس كلهم، والذي ما حبوها الناس إلا بها. نقول لكم مصطفى في ذمتكم، مصطفى في ذمتكم بعد الله، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره.